في فترة مش بعيدة كنت بفتح المحفظة وأقفلها تاني بسرعة، مش عشان مفيش فلوس، بس عشان حاسة إن أي حاجة هتتسحب مش هترجع تاني. الإحساس ده إنك طول الوقت قلقان حتى لو معاك فلوس، ده كان السؤال اللي ما كانش بيسيبني. هو ليه في ناس عايشة بنفس الظروف ومش متوترة زي كده؟ بدأت أدور وأقرأ وألاحظ، ولقيت حاجة غريبة جدا. في وقت زي الكساد العظيم في أمريكا سنة 1929 ناس فقدت كل حاجة تقريبا، شغل، فلوس، أمان. لكن رغم كده في ناس عرفت تعيش وتبدأ من جديد. إزاي؟ هل كان عندهم فلوس؟ لا، كان عندهم طريقة تفكير مختلفة. ولما بصيت على ناس ناجحة جدا زي وارن بافيت اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، لقيت واحد من أغنى أغنياء العالم، لكن عايش حياة بسيطة جدا، نفس البيت ونفس العادات ونفس التفكير تقريبا. ساعتها بدأت أفهم، الراحة مش في رقم في البنك، الراحة نظام بتعيش بيه. خليني أحكي لك موقف حصل معايا. كان معايا مبلغ صغير وكنت مقررة أصرفه كله وأخلص، يمكن عشان أحس إن أنا عايشة شوية. بس في لحظة وقفت نفسي وقلت طب ما أجرب حاجة مختلفة. قسمت الفلوس ل3 أجزاء، جزء أساسي وجزء صغير أفرح بيه وجزء حتى لو بسيط أحطه أمان. واللي حصل، أول مرة أحس إن أنا متحكمة، مش الفلوس المتحكمة فيا. ومن هنا بدأت كل حاجة تتغير، مش الفلوس، طريقة التعامل معاها. خليني أقولك على أهم 5 حاجات فرقت معايا فعلا. أول حاجة، مش كل حاجة نفسك فيها تبقى محتاجها. في فرق كبير بين أنا عايزة ده وأنا محتاجة ده، والفرق ده بيوفر فلوس أكتر مما تتخيل. تاني حاجة، أي جنيه بيدخل حياتك لازم يبقى له دور، مش فلوس وخلاص. لا، ده جنيه للأكل، ده جنيه للراحة، وده جنيه للأمان، حتى لو 10 جنيه بس. تالت حاجة، الراحة مش في الصرف، الراحة في التنظيم. أكلة في البيت بتساوي توفير وراحة نفسية. تخطيط بسيط بيساوي فلوس تفضل معاك لآخر الشهر. رابع حاجة، الحاجات الصغيرة هي اللي بتكسر الميزانية، مش الحاجات الكبيرة. لا، القهوة، الطلبات، الحاجات السريعة، كل مرة بتقول دي بسيطة بس في الآخر بتبقى رقم كبير. خامس حاجة وأهم حاجة، بلاش تعيش حياة مش بتاعتك. مش لازم تعمل زي الناس ولا تصرف زيهم. اعمل اللي يريحك انت، مش اللي يبان حلو قدامهم. الحقيقة اللي محدش بيقولها إن الظروف الصعبة مش بتمنع الراحة، بس بتجبرك تتعلمها بطريقة أعمق، زي اللي حصل في اليابان بعد الحرب العالمية التانية. الناس كانت عايشة بإمكانيات قليلة جدا، لكن خرج منهم مفهوم إن البساطة مش ضعف، ده قوة. وفي الآخر أنا مش بقولك إن الدنيا سهل ولا إن الفلوس مش مهم، بس بقولك حاجة أهم، إنك تقدر تعيش مرتاح حتى قبل ما يبقى معاك فلوس كتير. ولو عرفت تعمل ده دلوقتي، يبقى لما الفلوس تيجي مش بس هتعيش، انت هتعرف تعيش صح. مش الأغنى هو اللي مرتاح، اللي فاهم فلوسه هو اللي مرتاح. أنا نهلة فؤاد، دي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا، أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.